السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أنني نلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة تامة إن شاء الله. مرحبا بجميع الإخوان. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا لجوج المواضيع. الموضوع الأول غادي نطرقوا على بعض الرحلات اللي غادي تلغيها شركة الآرام، يعني من يوم الاثنين اللي هو اليوم إلى غاية يوم الخميس إلى فرنسا. وغادي نتكلموا كذلك على الناس اللي تتسول على الفيزا، يعني باش الناس اللي باغي تاخذ الفيزا من القنصليات. فإسبانيا حطات واحد يعني الموقع ديالها اللي فاش تياخذوا الفيزا، يعني دارت بعض التقنيات جديدة باش أنها تمنع السماسرة ما يمشيوش أنهم ياخذوا المواعيد ويبيعوها للناس. فبقاو معنا وما تبخلوش علينا باللايك وبالبارطاج، ونتلاقاو بعد هذا الفاصل. ما تنساوش انكم تدعموا الفيديو بلايك، والاخوان اللي ما تيشاهدوا القناه لاول مره تنطلب منهم انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم اي جديد، وشكرا لكم. مرحبا بجميع الاخوان والاخوات. اولا غنتكلموا ان لارام تتعلق الرحلات الجويه بين المغرب وفرنسا الى غايه يوم الخميس. كما تشوفوا في هذا المنشور، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه سيتم تعليق مجموعة من الرحلات الجوية التي كانت مبرمجة من وإلى فرنسا ابتداء من هذا اليوم الاثنين 20 مارس الجاري. وأفادت الشركة النقل الجوي المغربي أن إلغاء الرحلات الجوية سيستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل، يعني نهار 23 مارس 2023. وحسب ما أوردته لارام في تغريدة لها في حسابها على التويتر، فإن تعليق هذه الرحلات الجوية جاء جراء إشعار إضراب الخدمة المدنية التي تناقلته نقابات مديرية العامة للطيران المدني بفرنسا. يعني الناس اللي خدامة في المجال الجوي في فرنسا هم اللي دايرين الإضراب. وأوضح الناقل الوطني أنه مضطر إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى باريس في 20 21 و22 و23 في هذا الشهر. كما لفت مصدر ذاتي إلى أن الشركة ستوفر مجموعة من الحلول للمسافرين المعنيين بهذه الرحلات الجوية التي تم إلغاءها. والناس اللي غادي تسافر في هذه الرحلات مع لارام إلى فرنسا وتم الإلغاء الرحلات ديالهم، فهم يتواصلوا مع الشركة ديال لارام أنها غتلقى لكم الحل، ولا تدخلوا للموقع ديالها اللي هو royalairmaroc.com /MA تا هو كذلك اللي هو هذا. فغادي ان شاء الله غادي تلقاو الحلول. ودعت شركه الخطوط الملكيه المغربيه جميع المسافرين المعنيين بهذا الالغاء الى التواصل معها من اجل تحديد مواعيد اخرى للرحلات. دابا غادي نمشيو للموضوع الثاني اللي هو موضوع الفيزا. كما تتعرفوا فالسماسرة داروا ما بغاو في الناس اللي باغا تشد الفيزا، لا التجمع العائلي، لا الناس اللي باغا تسافر سياحه. فالناس تكرفصات باش انها تاخذ المواعيد، لانه ولاو تيدخلوا للموقع تيبلوكيو، ما تيخلوكش انك دير يعني الاجراءات باش انك تاخذ الموعد. ياخذوا هما المواعيد اللي بغاو وتيبدا يبيعوا فيها باثمنه خياليه. لهذا فالقنصليه الاسبانيه في الموقع ديالها حطات واحد يعني تقنيه جديده. هذه التقنيه جديده انها تدخل تعمر واحد الاستماره الكترونيه، ومن بعد كذلك يعني تترافقها بالصوره ديالك الشخصيه باش ما يكونش هذا الموعد وهمي، يعني تيكون مولاه هو اللي واخده. فغادي نقرأ عليكم ما جاء في هذا المقال. أفادت مصادر عليمة أن القنصليات الإسبانية بالمغرب أقدمت على اعتماد تحديثات جديدة على الموقع الذي يهم تقديم الخدمات حجز الموعد للحصول على التأشيرة الإسبانية. وكان الموقع المخصص لهذا الغرض يعرف العديد من الإشكاليات التي كانت تحول دون تمكن المواطنين من حجز مواعيد تقديم على التأشيرة نتيجة تمكن شبكات السمسرة من اختراق الموقع، حجب المسالك التقنية التي تمكن من ظهور خيار الحصول على موعد، مما كان يسهل عملية احتكارهم للمواعيد وبيعها بأثمنة باهظة. وقد عملت شركة BLS على إحداث تصميم جديد للموقع ليتمكن المواطنون والمواطنات من حجز مواعيدهم بسلاسة عبر استمارة إلكترونية مرفوقة بصورتهم الشخصية، تفاديا للحجوزات الوهمية من طرف سماسرة المواعيد التي يعتمدون على تقنيات برمجية متطورة لتحقيق غايتهم الربحية على حساب المواطنين. فكذلك تنتمنوا أن هذا الشيء غادي يطبق في القنصلية ديال إيطاليا والقنصليات الأخرى، لأن ماشي غادي، لأن هذا الشيء بزاف. كان تواصل معي واحد الأخ من فاس اليوم وقع لي نفس المشكل ملي دخل باش أنه ياخذ الرونديفو القنصلية الإيطالية.
في الدار البيضاء، فاستحال عليه انه ياخذ رونديفو. كذلك تواصلت معي واحد البنت في الواتساب نفس المشكل، حتى هي ما عرفتش كيفاش انها تاخذ الموعد. فتنتمنى غيكون تعميم هذه التقنيه على جميع القنصليات. شكرا لكم، وما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.